صباح الخير عليكم خواتاتي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال في صحه جيده. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الماسك ديال البشره كيفتح لو البشره، رائع. نقولوا عليه ماسك سحري كينظفها من كل الخلايا الميته وكيعطينا متتبعاتي واحد النضاره والاشراقه لبشرتنا. بغيتكم تجربوه، ماسك فعال مرطب للبشره. دابا غادي نمر معكم المكونات ديال هذا الماسك وطريقه التحضير ديالو. بسم الله على بركه الله. قبل ما نبدا معكم متتبعاتي، بغيت نقول لكم هذا الماسك هذا راه عنده استعمال حتى للشعر، حتى هو يمكن راه مفيد للبشره والشعر كذلك، زعما استعملوه حتى للشعر. اللي بغات تعطي واحد اللمعان للشعر ديالها، وكذلك راه هو كيعطي اللمعان حتى للبشره وكيقوي حتى الشعر، يعني مفيد حتى للشعر متتبعاتي. دابا نمر معكم المكونات. عندي هنايا معلقه اونص ديال الحنه، ها هي مدقوقه على اليد. وهنا غنحتاجو صفر بيضه بلديه، انا هنا درت صفر بيضه بلديه. وهنايا معلقه ديال العسل. وهنا متتبعاتي غندير نخلط المكونات بزيت جوز الهند، اللي عندها اي زيت جميل، مثلا زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت ارغان، تستعملوا في الماسك. انا هنا فضلت زيت جوز الهند صافي. وغنحرك المكونات بياغورت طبيعي. ماسك فعال سحري رائع، بغيتكم تجربوه متتبعاتي، راه زوين بزاف. عندي هنايا الحنه، غنضيف عليها كما قلت لكم صفر بيضه بلديه. نبدا نحرك بشويه بشويه. كنتمنىكم تجربوه وتخليو ليا شي تعليق زوين. راه رائع، كينظف البشره وكيعطي واحد اللمعان، وكذلك كما قلت لكم حتى للشعر حتى هو اللي بغات تستعملو، اللي بغات تعطي شي لون رائع للشعر ديالها، راه كيقويه وكيعطينا لمعان للشعر وكذلك للبشره ديالنا. صافي غنضيف هنايا معلقه ديال العسل. كما كتعرفوا فالعسل فهو كيغذي البشره وكيرطبها، فهو رائع. نحرك بشويه بشويه. كيعطينا واحد النضاره والاشراقه للبشره. دابا غنضيف عليه زيت جوز الهند، تقريبا معلقه كبيره. صافي نبدا نحرك. كما قلت لكم اي زيت جميل عندكم خواتاتي استعملوها، اللي عندها غير زيت الزيتون تكتفي به تستعمل. ها هي بدات كتجانس ليا المكونات. كما كتعرفوا فزيت جوز الهند راه رائع البشره، كيغذيها وكيحارب لينا حب الشباب، رائع. صافي دابا غنضيف ياغورت طبيعي. ديال الكميه اللي غتكفيني في الماسك. بسم الله. شويه بشويه. خصنا ديما متتبعاتي نعتنيو بالجمال ديالنا وبشرتنا، ما نعكزوش.
كذلك هذا الماسك راه كيقلل لينا من التجاعيد. رائع رائع. صافي هنا تقريبا درت 2 معالق ديال ياغورت طبيعي. ها هو واجد عندي. انا غادي نفهمكم دابا اخواتاتي، بالنسبه الى استعملتوه الشعر ديالكم خليوه 2 ولا 3 ساعات في الشعر ديالكم، وبالنسبه للبشره غتخليوها متتبعاتي من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. وبالصحه والراحه. كنتمنى هذا الماسك يعجبكم، وتسناوني ان شاء الله فيديوهات قادمه، واشتركوا بالقناه ديالي. الله يجازيكم بخير، اللي هي قناه فاتي الوصفه الطبيعيه. دعموني بلايكات ديالكم، وبسلامه عليكم.